اكيد اكثركم يلعب بكرة اللعب، لكن فكرت مرة وتسأل ايش سر الاشكال الموجودة بكرة اللعب؟ انا ضياء كنزري اذا ما تعرفنيش، وبكل بساطة جبتك الجواب. كرة اللعبة او الكوتشينة زي ما يحكوا المصريين اخترعوها في الصين بالقرن 15، والتجار العرب جابوها للمماليك لين وصلت. خلينا اول شيء نحكي على الورق. ليش 52 كارت مش 51 و 53؟ بكل بساطة لانه يرمز لعدد اسابيع السنة، واذا جمعنا كل الارقام الموجودة بالكارت وضربناهم في 4 اللي هو عدد الاشكال الموجودة بيطلع النتيجة 365 اللي هو عدد الايام من السنة مع اضافة الجوكر. والرموز المرسومة يرمزوا للفصول الاربعة، بمعنى البستوني يرمز للشتاء، والديناري يرمز للصيف، والسباطة يرمز للخريف، والقلب الاحمر يرمز للربيع، ولكل رمز 13 ورقة يعادل عدد اسابيع كل فصل. وبمعنى ثاني الرموز هذه ترمز لطبقات المجتمعات بالقرون الوسطى. ايش يعني؟ خذ لك المعنى. القلب الاحمر يرمز لرجال الدين، والبستوني يرمز للجيش، السنك يرمز للفلاحين، والديناري يرمز للتجار. لكن ايش يعني الاشكال هذه؟ فهمنا انه القلب الاحمر دين ومحبه، لكن البستوني ليش شكله هيك؟ بكل بساطه هو راس الرمح، لهيك يرمز للجيش. الديناري باينه اكيد انها ماسه بحكم انها ترمز للتجار، والسنك ورق الشجر كما قلنا بحكم انها ترجع للفلاحين. واصل التسميه للاشكال هذه هو ايطالي، حتى من اسم كوتشينا ايطالي يرجع الاسم كارتونشيني. لكن يبقى السؤال الاهم، ايش سر الجاك والكوين والكينج؟ الفيديو الجاي